بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طبق ايطالي بيتقدم في المطاعم بمبلغ كده وقدره. النهارده ان شاء الله نعمله بطريقه بسيطه جدا بمكونات بسيطه ومش هتكلفنا كتير. ده الحشو بتاعها لحمه مفرومه وبصل وملح وفلفل. انتوا بقى تقدروا الحشو ده تغيروا فيه زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن بدل اللحمه فراخ، ممكن تبقى جبن، ممكن سبانخ، اي طريقه، اي حشو انتوا حابين تحطوه حطوه. بنجيب بقى كوبايه دقيق الاول، بنعمل العجينه وبنحط فيها 3 بيضات، بنحط عليهم كمان معلقتين زيت كبار، وبنحط معلقه صغيره من الملح، وبعد كده بنضيف لهم معلقتين ميه ونعجن بقى العجينه بتاعتنا. نفضل نقلب فيها بقى بالمعلقه لغايه ما المكونات تتلم مع بعضها كده. وبعد كده ببتدي بقى ان انا اعجنها بايدي برضو لغايه ما الم كل المكونات دي. في الاول بتبقى بتلزق، بعد كده مع العجن العجينه بتظبط معانا وبتطلع معانا ناعمه وطريه. الريفيولي او الاكله اللي بنعملها النهارده دي اسمها الريفيولي. دي اكله ايطاليه بس طعمها حلو جدا وحاجه جديده، يعني ممكن تعملوها كمان تبقى زي صنف جديد كده. بجد كل اللي هيدوقوا هيحبوا من ايديكوا جدا. وفي كذا طريقة للصوص بتاعها هوريكم ان شاء الله. العجينة بعد ما عجناها وبقت طرية بنلفها بستريتش او ببلاستيك او بكيس، المهم ان هي ما تتعرضش للهواء. بنسيبها ترتاح حوالي ساعتين بس بره التلاجة، عشان لو حطيناها في التلاجة هتجمد. فنسيبها بره التلاجة ساعتين، وبعد كده بصوا بقى لما بنتعامل معاها بعد ما بترتاح بتبقى العجينة طرية وسهلة، وسهلة كمان ان احنا نشكلها. هحط بقى دقيق كويس كده على على الرخامة، وهبتدي بقى افرد عليه. العجينة دي من العجاين اللي بتلزق، فعشان كده هتلاقينا بنتعامل بالدقيق يعني كتير شوية. نفضل بقى نفرد فيها لغاية ما نوصلها لسمك اللي هو هتشوفوه دلوقتي. خلاص. الريفيولي دي ليها كذا طريقة بتتعمل بيها، هي الطريقة الأساس اللي احنا هنعمله ده، وبعد كده أي حاجة تانية دي بتبقى إضافات من عندكم انتوا. بكور بقى اللحمة، بفرد بصوا العجينة بعد ما اتفردت كده، بكور بقى اللحمة وبحطها وبحط كده بينهم. ده مية مش زيت، اوعوا تحطوا زيت. دي مية عشان خاطر العجينة تلزق في بعض، عشان واحنا بنطبق كده العجينة تتلزق معانا. هطبقها بالطريقة دي وادوس على الاطراف بتاعتها لغاية ما تلزق كويس قوي، واهم حاجة فيها ان احنا نلزقها كويس. هطبق كده. دي طريقة للتشكيل. هوريكم برضو طريقة تانية والاسهل بالنسبة لكم اعملوها. هنطبقها بالشكل ده، واجيب اي قطاعة عندي او كوباية صغيرة او حتى بالسكينة ممكن تعمليها مربعات، مش لازم الشكل ده، ونقفلها كويس. يعني ممكن هي في الاساس بصراحة بتبقى مربعة، فبس انا حبيت اغير من شكلها واعملها على شكل القطاعة اللي عندي دي. فانت ممكن بالسكينة تقطعيها مربعات كده، وممكن تقطعيها بقطاعة برضو، دي حاجة ترجع لك انت. كده ايه، بنقطعها بقى بالشكل ده وبنقفلها كويس. هوريكم طريقة تانية والاسهل بالنسبة لكم اعملوها. برضو فردت العجينة وبقطع بالقطاعة كذا كذا قطعة كده، وبعد كده باخد واحدة منهم واحط عليها الحشو بتاعي، احطه كده واخد واحدة تانية احطها فوقيها. بس قبل ما احطها ببل الاطراف بتاعتها مية عشان برضو تلزق معايا كويس، لان اللزق ده مهم جدا ان هي تبقى زي القطايف كده. لو ما لزقناهاش كويس واحنا بنسويها هتفك، واللحمة او الحشو بتاعها هيقع مننا. عملنا بقى الكمية اللي عندنا طبعا. زي ما انتوا شايفين كده لزقتها كويس. بعد كده بقى بجيب مية بغليها وبحط فيها الرافيولي بتاعي. بنسيبها بقى حوالي 10 دقايق، مش اكتر من 10 دقايق، هي عشان العجينة طرية ما بتاخدش وقت في السوا. بنحط لها شوية ملح طبعا وهي بتستوي. وبعد كده بعمل لها بقى الصوص بتاعها. دي كوباية لبن وكوباية زبادي ونص معلقة ملح وفلفل اسود ومعلقتين كبار نشا. ده الصوص اللي انا بعمله اللي انا بحبه بصراحة. هو حتى صوص كمان بيتعمل في بعض الاكلات التركية. هنحط معلقة سمنة، وبعد كده هنحط لها معلقة توم، والتوم ما ياخدش لون، يعني يدوب يتشوح كده وريحته تطلع، مش عايزاه لون خالص. اول ما ريحته تطلع كده اروح ضايفه عليه الصوص اللي انا كنت عاملاه واسيبه لغايه ما يغلي. بمجرد ما بيغلي معانا الصوص بروح ضايفه عليه الرافيولي اللي انا كنت سلقاه. ده كده شكله بعد ما اتسلق.
بصوا عشان انا قفلته كويس ما فكش مني، هبتدي بقى احطه في الصوص بتاعنا واسيبه كمان 10 دقايق يا دوب يتشرب بس الصوص. وخلاص كده الوصفة بتاعتنا خلصت. بصوا هي سهلة وسريعة جدا، هي بس كل الوقت اللي هتاخده في التشكيل بتاعها. علشان كده هي بتتباع غالية، لان هي بتعتبر من الحاجات او الباستا الهاند ميد، يعني اللي بتتعمل بالايد. فاي عارفين انتوا اي حاجة هاند ميد بتبقى غالية. بس ده كده الطبق بتاعنا خلص. تقدروا بقى تعملوها بالصوص الاحمر، صوص طماطم. تقدروا بقى تعملوها مسلوقة كده وتحطوا عليها زبدة وجبنة بارميزان او جبنة رومي او موتزاريلا وهي سخنة. تقدروا بقى تعملوها باي شكل انتوا عايزينه. دي كده كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.